وقفة الجزائر والعراق معنا ما كانت مجرد مساعدة، كانت فزعة بكل معنى الكلمة. كسروا يعني كل شيء، وكسروا العقوبات تبع أمريكا. شكرا للجزائر. أنا هلأ هون بالعاصمة دمشق وبالشام تحديدا. ليش أنا هون؟ أنا هون لأنه بآخر فيديو نزلته إجاني كمية من التعليقات والرسائل من أهلنا بالجزائر والعراق أنه بعض السوريين عم يقولوا أنه المساعدات اللي وصلت على سوريا منتهية الصلاحية وفي جزء منها مدود، وتساؤلات حول موقف الشعب السوري اتجاههم. أنا هلأ نزلت على الشارع لنشوف شو بيقول الشعب السوري عن وقفة أهل الجزائر والعراق معنا وكل الدول العربية. مشوا معي خلونا نشوف. ناخذ هيك رأي الشعب السوري بالشعوب العربية اللي وقفت معنا بهالكارثة اللي صارت معنا. أول شيء عن جد أنا بتشكرهم كلهم، وهذا دليل على الوحدة العربية والتضامن العربي، وبتشكر دولة العراق والجزائر والإمارات وتونس وكل دولة ساعدتنا بهي المحنة الصعبة. احنا نزلنا على الشارع لحتى ناخذ رأي الشعب السوري بوقفة الشعوب العربية معنا. شو هيك بنتوجه كلمة كشعب سوري؟ كشعب سوري بنوجه تحية وشكر لكل الشعوب العربية اللي ساندتنا ووقفت معنا، وبنتمنى لهم كل خير وإن شاء الله نرد لهم. الله يعافيك. الله يخليك. بدي منك هيك كلمة سريعة بس للدول العربية اللي وقفوا معنا وساعدونا بهالكارثة. أهلا وسهلا فيكم، ونحن بنتشكر كل الدول العربية اللي وقفت معنا بهالكارثة، وإن شاء الله راح نرد لهم إياها بالأفراح يا رب. الله يبارك فيك. شكرا لك. الله تعالى، وإن شاء الله بيتم واقف معنا ويوقف مع الشعوب العربية كلها، وتتوحد الشعوب العربية كلها ونتم قلب واحد. الله يسعدك يا عم. توصينا بشيء؟ الدعاء حبيبي. الله يحييك. أنه وقفة الجزائر معنا والعراق، وكسروا يعني كل شيء، وكسروا العقوبات تبع أمريكا، وفوتوا والله والنعم السلع كذا المحتاجين ولكل الدول العربية. والله يعني كلياتنا هلا صرنا إيد وحدة الحمد لله. قلبنا وروحنا كلياتها مع الشعب السوري. يعني طبعا أنا عراقي والله والنعم. سائح صار لي تقريبا 4 أيام 3. قالوا في زلزال وما خفنا، جينا على سوريا حبينا نساعد. نقول لهم شكرا كثير وقفتوا معنا، وقفة الأخوة وقفة الرجال. شكرا للإمارات. شكرا للكويت. شكرا للبنان وكل الدول العربية. شكرا لمصر أم الدنيا. شكرا للجزائر. شكرا للعراق الشقيق. شكرا تونس. شكرا سوريا. شكرا ليبيا. شكرا للسعودية. وهيك كان جواب الشعب السوري عن وقفتكم معنا. هي العالم اللي بتمثلنا، أما هؤلاء فهم حثالة الشعب السوري، يريدوا أن يطفئوا بأي بصيص أمل للم الشمل وإعادة الشعوب العربية لبعضها. شكرا من القلب لكل الدول العربية اللي وقفت معنا وساعدتنا، وإن شاء الله ما بتشوفوا شر ببلادكم. بس في شغلة يا جماعة لازم نوضحها وحازة بقلبي ولازم ما نبخل فيها، أن وقفة الجزائر والعراق معنا ما كانت مجرد مساعدة، كانت فزعة بكل معنى الكلمة، كانت فزعة شعبية قبل ما تكون فزعة حكومية. شكرا لكم الجزائر، نحبكم بزاف، والعراق يا العراق نروح لكم فدوى. شكرا لكل الدول العربية.